لو انت جبت مارك زوكربيرج نفسه يعمل لك الاعلان هيفشل. غلطتين بيضيعوا نتائج الاعلانات حتى لو معاك بادجت كبيره، لو بتعمل الاخطاء دي هتضيع فلوسك على الفاضي. اول خطأ منهم مشهور هو ان انت ما بتعملش حاجه اسمها سيجمنتيشن. يعني ايه سيجمنتيشن؟ تقسيم. يعني ايه تقسيم؟ اقسم ايه يا عم سامر؟ اقول لك. هتقسم العملاء بتوعك لفئات، وتختار لكل فئة منهم رسالة تسويقية محددة. الرسالة دي تكون بتخاطب الفئة دي تحديدا. المشكلة ان انتوا كلكم بتطلعوا بنفس الكرييتيف او نفس الانجل او نفس الكلام او نفس الرسالة تخاطبوا بيها كل الناس. سمك، لبن، تمر، هندي. الصح ايه بقى؟ الصح ان انا اقسم الفئات اللي ممكن تشتري المنتج بتاعي لاكتر من فئه او اكتر من مجموعه، وكل مجموعه اطلع لها رساله خاصه بيها. اديني مثال، يلا بينا. عندي منتج كنت شغال عليه من سنتين تقريبا، كان عباره عن مسند للظهر، حاجه كده مقوسه تقعد عليها عشان تفرد ظهرك وتشد العضلات بتاعتك. حلو حلو. المنتج ده احنا كنا بنطلع عليه باكتر من سيجمنت. عملنا سيجمنتيشن، عملنا كرييتيف للدكاتره، وقلنا يا دكاتره اللي انت شغلك طول النهار مرهق ومتعب وواقف طول النهار وبتلف حوالين نفسك، محتاج الجهاز ده عشان تسترتش بيه عضلات. واستهدفنا فقط الدكاتره في الفيديو ده. عملنا فيديو تاني لسيجمنت تانية، ستات البيوت، استهدفنا بس ستات البيوت اللي متجوزين، اللي اعمارهم فوق ال 40 سنه، وقلنا لهم شغل البيت بيهدك طول اليوم، محتاجه المسند ده عشان يفرد عضلات ظهرك. عملنا كريتيف ثالثه للناس اللي شغالين شغل مكتبي، المهندسين، المحاسبين، الاداريين، المحامين، كل الكلام ده، وقلنا لهم ان انت لو شغلك طول النهار قاعد على المكتب وشغلك بقى مأثر على جسمك وعضلاتك ومفاصلك، تعالى جبت لك الحل في المسند ده. اذا انا هنا عملت ايه؟ انا هنا قسمت الفئات اللي ممكن تشتري المنتج بتاعي لاكتر من فئه، وطلعت لكل فئه منهم برساله تسويقيه مختلفه، وهو ده السيجمنتيشن. الغلط التاني اللي اغلبكم بتعملوه هو ان انتوا بتطلعوا بكرييتيف ضعيفه. مع كامل احترامي لكل التاكتكس بتاعت الادز مانجر والريتارجتنج والبلا بلا 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 بلا، لو الكرييتيف اللي انت طالع بيه اللي هو الفيديو او الاعلان نفسه، الصوره او الفيديو اللي انت طالع بيهم لو ضعيفه، كل سنه وانت طيب. لو انت جبت مارك زوكربيرج نفسه يعمل لك الاعلان هيفشل. الاعلان لو وحش الناس بتعمل ايه؟ بتقلب. فلازم تقيس السي تي ار، لازم تقيس الهوك ريت، ودول شرحناهم في فيديوهات قبل كده. لو الارقام بتاعتهم وحشه، على طول كل او اقتل الكريتيف دي، لان هتقتل لك نتائج الاعلانات. كل التفاصيل دي واكتر بنشرحها في دبلومه الميديا باينج بتاعتي، اللي بشرح فيها كل التفاصيل بتاعت اعلانات الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. ابعت لنا على واتساب، هتلاقي الرقم في الديسكربشن عشان تعرف تفاصيل اكتر عن الدبلومه وازاي تشتركوا فيها. استناني الفيديو الجاي. السلام عليكم.